ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بكم معنا اصدقاء القناة. اليوم الفيديو ديالنا غادي يكون على ناموسية ديال مترو 60 على 2 متر. شوفوا الشكل ديالها ونرجعوا ان شاء الله. نفتتح الحصة بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتي الكرام، في بداية هذا العمل ندعو بالرحمة لشهدائنا في فلسطين وفي غزة. اللهم انصر المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وبالرغم من كل التخاذل الذي نلاحظه من جميع الدول، إلا أننا متيقنين بإذن الله أن النصر قادم لا محال. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ورغم الدمار الكبير الذي نشاهده في فلسطين واستهداف الأطفال، يعني التطهير العرقي كما يسمى بالأحرى، التطهير العرقي، وكل ما يجري هناك في بلاد المقدس، إلا أننا متيقنين بإذن الله أن النصر قادم. هذا هو معتقد المسلم، إن شاء الله النصر قادم بإذن الله، يقيننا كبير، وإن شاء الله نحن مع المجاهدين بإذن الله. قلوبنا معهم ولا نملك إلا الدعاء. اللهم مكن لهم يا رب، اللهم مكن لهم، اللهم انصرهم على كل من عاداهم يا رب. اللهم يا ربي هيئ لي الأقصى جيلا مؤمنا يحرره من قبضة الصهاينة المغتصبين. يا ربي علينا الدعاء وعليك الاستجابة يا ربي، نصرا قريبا مؤزرا بإذن الله يا رب يا رب. بعد ما شاهدتوا الشكل ديالها كي داير، يلا ندوزو نشوفوا الطريقه ديال العمل والشرح والقياسات، ونتلاقاو ان شاء الله في اخر الفيديو. نبدا العمل على بركه الله. لاحظوا الاطار الذي نحتاجه لصنع راس السرير، والقياس الصافي لراس السرير هو 296 سنتيمترا. لاحظوا هنا القياسات. كل من أراد أن يعمل مثل هكذا عمل فعليه أن يأتي بورقة وقلم ويدون كل القياسات الموجودة في هذا الإطار. حقا يصعب قليلا الشرح يعني وضبط الأمور، لكن أنا فضلت أن أصور لكم يعني الإطار بهذا الشكل، وأنتم عليكم بقليل من الاجتهاد إن شاء الله، والأمر هين بإذن الله. يعني أنا هنا كل قطعة وضعت عليها القياس. قطعة اليمين هذه القطعة بالذات يعني مثل القطعة التي في اليسار، يعني قياس واحد إن شاء الله. لم أشأ إدراج يعني طريقة عمل الخشب لأن الفيديو سيطول ويطول كثيرا، يعني اكتفيت بالقياسات فقط. لاحظوا كل القياسات مكتوبة على كل قطعة. بالنسبة لنوعية الخشب المستعمل فهو الخشب الأحمر أو البواروج. المهم الإنسان يعمل بكل ما هو متوفر، يعني أي خشب موجود الإنسان يستعمله، لكن عليه أن يضبط القياسات كي تكون الطريقة ناجحة بإذن الله. هذا قياس يعني القطعة الكبيرة، يعني قطعة الوسط 170 سنتيمترا. اليمين 62 سنتيمترا واليسار 62 سنتيمترا، زائد
قياس الإسفنج يصبح لدينا 296 سنتيمترا بالنسبة للطول. أحبتي الكرام، حتى بالنسبة للطريقة التي أنجز بها هذا العمل، فهي طريقة سهلة في المتناول. يعني الإنسان يلاحظ جيدا ثم يضبط القياس ويعني يعمل، وإن شاء الله الطريقة ستنجح بإذن الله. للمعلومة فقط، بالنسبة لثلاث قطع التي موجودة في الوسط فهي قياس 10 سنتيمترات في العرض، لكن قطعة واحدة ناقص منها 2 سنتيمتر، تصبح لدينا 28 سنتيمترا بالنسبة للوسط، والسمك 2 سنتيمتر. أما باقي الخشب فأنا استعملت خشب 7 سنتيمترات بالنسبة للعرض، لكن السمك فهو 1.5 سنتيمتر. لاحظوا في القطعة التي موجودة في الوسط التي قياسها 170 سنتيمترا، وضعت في الجوانب اليمين واليسار قطع قياسها 10 سنتيمترات لتثبيت الأقفال. هذه معلومة مهمة. لاحظوا هنا عرض رأس السرير أو العلو يصبح لدينا 140 سنتيمترا، وهذا هو العلو الصافي لقياس رأس السرير الذي نحتاجه في هذا العمل. والآن سنمر لتثبيت الورق الخشبي بواسطة المسامير الصغيرة. قياس العرض في حدود 80 سنتيمتر، أما الطول فهو 170 سنتيمترا. لاحظوا هذه القطعة قياسها 1.5 سنتيمتر بالنسبة للعرض، أما العلو فهو 1 سنتيمتر. كذلك هنا نثبت الورق الخشبي، ثم نضع القطعة الأخرى على شكل إطار جانبي لرأس السرير. لاحظوا، وهنا الشكل النهائي لرأس السرير بالنسبة للخشب. لاحظوا الأماكن الفارغة فهي مخصصة لجوانب السرير. أتمنى أن تكون الطريقة سهلة والقياسات مفهومة بإذن الله. هنا جوانب السرير، لاحظوا القياس. هنا استعملت خشب 2 سنتيمتر بالنسبة للسمك. لاحظوا القياس 204 سنتيمتر بالنسبة للطول، أما العرض فهو 29 سنتيمترا. للمعلومة إخواني، بالنسبة للخشب نحن لا نمرره في ماكينة أو آلة الترطيب، بل نعمل به مباشرة عند اقتنائه من عند بائع الخشب. وهنا الإسفنج المستعمل بالنسبة للجوانب، لاحظوا الطول لم يتغير، أما العرض فأصبح لدينا 33 سنتيمترا. بالنسبة للسمك فهو 3 سنتيمتر. نبدأ العمل على بركة الله. نضع اللاصق، دائما أستعمل لاصق فلامبو. كذلك أضع اللاصق على الخشب، ثم أبدأ تثبيت. لاحظوا الطريقة، طريقة سبق وأن شاركتها معكم، هي طريقة سهلة بإذن الله. دائما إخواني ننتظر إلى حين أن يجف اللاصق ثم نبدأ عملية اللصق. وبهذه العملية نكون قد انتهينا من جانب اليمين واليسار بالنسبة لجوانب السرير. هنا إسفنج 1 سنتيمتر بالنسبة للسمك، استعملته في الجانب
الأمامي أو مقدمة السرير. لاحظوا أثبته بالدباس اليدوي. ومن أراد أن يستعمل اللاصق فله ذلك، يعني الإنسان يعمل بالذي يناسبه. أنا هنا استعملت الدباس اليدوي. المهم تكون الطريقة صحيحة، هذا هو المقصود. إليكم الشكل النهائي بالنسبة للعوارض الثلاث. لاحظوا هنا الطريقة المتبعة بالنسبة لمقدمة السرير. لاحظوا هنا القياس 29 سنتيمترا بالنسبة لطول القطعة و10 سنتيمترات بالنسبة للعرض. هنا استعملت 17 قطعة من MDF. السمك 1 سنتيمتر. للمعلومة فقط إخواني، بالنسبة ل10 سنتيمترات الخاصة بالعرض، نحن دائما نمرر MDF في آلة لكي يكون MDF مستقيم من الجوانب، بذلك ينقص قليلا بمقدار الثوب. هذه المعلومة فقط. هنا إخواني الشكل الذي سنعمل عليه بالنسبة لوسط رأس السرير. لاحظوا الشكل هنا استعملت كذلك MDF. السمك 1 سنتيمتر. إخواني هنا عليكم بأن تدونوا أو ترسموا الشكل وتدونوا كل القياسات كي يسهل عليكم طريقة العمل. لاحظوا كل القياسات واضحة. أنا أركز على كل قطعة كي تكون واضحة تماما. لاحظوا هنا 4 قطع. في الوسط هناك قياسان مختلفان، لكن أنا فضلت أن أكتب كل القياسات. وكذلك في جهة اليسار القياسات كلها مكتوبة كي يسهل عليكم تدوين كل القياسات وتسهل عليكم طريقة العمل. إذا رسمتم الشكل ودونتم القياسات فإن طريقة العمل ستكون واضحة وسهلة بإذن الله. تمعنوا جيدا إخواني ولاحظوا جيدا. تيقنوا من كل القياسات وركزوا جيدا واجتهدوا قليلا، وبإذن الله الطريقة سهلة. هذا لمن يهمه الأمر ويريد أن يصنع مثل هكذا رأس سرير. هنا استعملت إسفنج 1 سنتيمتر بالنسبة للسمك. أستعمل اللاصق ثم أثبت في الحافة بالنسبة للأسفل ثم أثبت إلى الداخل. لاحظوا كذلك الجوانب نفس الطريقة. أثبت في الأسفل ثم أقلب الإسفنج إلى الداخل ثم أثبته. لاحظوا طريقة سهلة أيضا. هنا سأقص ثم أضع اللاصق وأنتظر إلى حين أن يجف ثم أتمم عملية اللصق. بذلك نكون قد انتهينا من إسفنج الخاص بالإطار الجانبي لرأس السرير. هنا قياس الإسفنج المستعمل في الأسفل. لاحظوا 174 سنتيمترا بالنسبة للطول، أما السمك فهو 1 سنتيمتر. بالنسبة للعرض فهو 60 سنتيمترا.
كذلك نستعمل اللاصق. كذلك نستعمل اللاصق في الخشب ثم نثبت. لاحظوا الطريقة سهلة. وإليكم الشكل النهائي بالنسبة للإسفنج الذي ثبتناه في رأس السرير. لاحظوا الأشكال هنا. أردت أن أريكم بعض منها عند الانتهاء من العمل بالنسبة للإسفنج والفرش القطني أو الورق القطني. هنا الإسفنج المستعمل بالنسبة لقطع الزخرفة. لاحظوا القياس. هنا القياسات. أنا استعملت هنا سمك 4 سنتيمترات. إسفنج نوع ليس رطب بل هو صلب. لاحظوا القياسات. هنا أريكم كل قطعة، يعني كل القياسات، يعني اخترت منها قطعة وشاركت معكم يعني القياس، لأن القطع كثيرة. يعني لو أردت أن أشارك معكم كل القطع سيكون هذا الفيديو طويل جدا وممل، لكن ارتأيت أن أشارك معكم كل قطعة من كل قياس. وهناك إخوة سيتساءلون عن سمك الإسفنج، يعني إن لم يتوفر لديهم 4 سنتيمترات ممكن أن تستعملوا 3، يعني أو تستعملوا قطعتان من 2 سنتيمتر، يعني تستعملوا قطعة فبذلك تصبح لديكم 4 سنتيمترات بالنسبة للإسفنج. على العموم الإنسان يعمل بالإسفنج المتوفر لديه، هذا هو المقصود. لاحظوا طريقة العمل. هنا أضغط بواسطة الأصابع على الحواف ثم أضع اللاصق كذلك في الوسط، كذلك على قطعة MDF في الجوانب والوسط. لاحظوا الطريقة. أثبت ثم أقلب ثم أثبت في الجوانب الخارجية. لاحظوا على ما أظن أنها طريقة سهلة. هنا الورق القطني. هنا استعملت الدباس اليدوي. إخواني اعذروني على التسريع لأن الفيديو سيكون طويل جدا إن لم أسرع. لاحظوا طريقة مفهومة بإذن الله. هنا لاحظوا جيدا القطع الصغيرة، لازم أننا نقص الجوانب. جوانب تكون مائلة. نفس الطريقة بالنسبة لللاصق. دائما ننتظر إلى حين أن يجف ثم نبدأ عملية اللصق. كذلك في الجوانب الخارجية. لاحظوا نفس العملية. نستعمل الورق القطني ثم نثبت بواسطة الدباس اليدوي. وإن لم يتوفر لديكم الورق القطني فلا بأس بألا تستعملوه، المهم نعمل بالمتوفر. كذلك القطعة الطويلة، كذلك قصصنا الجوانب بطريقة مائلة، نفس العملية كذلك. لاحظتم إخواني إذا أردت أن أشارك معكم جميع القطع فالأمر سيكون طويل جدا. اللهم إني اخترت بعض القطع شاركتها معكم كي تكون الطريقة مفهومة. لاحظوا هذه هي الأشكال المختلفة أو القياسات المختلفة. لاحظوا هنا عند الانتهاء من الإسفنج والورق القطني لاحظوا الشكل الذي نحتاجه لرأس هذا السرير. أتمنى أن تكون الطريقة مفهومة بإذن الله. هنا مقدمة
السرير. لاحظوا سبق وأن رسمت القياسات على الإسفنجة. لاحظوا هنا استعملت نوعية ABS، نوعية ممتازة، 3 سنتيمترات بالنسبة للسمك. لاحظوا القياس 31 سنتيمترا بالنسبة للطول، أما العرض فهو 10 سنتيمترات. هذه هي قطع 17 قطعة، نفس الطريقة التي استعملتها في القطع السابقة. لاحظوا دائما التثبيت في الجوانب الخارجية. هنا الشكل عند الانتهاء من لصق الإسفنج. الآن نمر للقماش أو الثوب، والكمية المستعملة بالنسبة لهذا العمل فهي 9 أمتار من ثوب الانتطاش الممتاز. لاحظوا هنا لم أكتب قياسات على الثوب، يعني أريكم الطريقة فقط، يعني يكون الثوب يعني في مكان التثبيت يعني يكون زائد بمقدار سنتيمتران من كل جانب. لاحظوا أثبت الزوايا ثم أقص الثوب ثم أطوي هنا ببطء كي تتضح لكم الطريقة. لاحظوا سهلة بإذن الله. لاحظوا أشد قليلا ثم أطوي ثم أثبت بالدباس، سهلة. ثم أتمم العملية. لازم أن الإنسان يعني يمسح باليد ثم يثبت بالدباس. لاحظوا عند الانتهاء لا توجد أي تجاعيد. لاحظوا كذلك القطعة الصغيرة نفس العملية، أثبت الزوايا ثم أطوي الثوب، أقص وأطوي الثوب ثم أثبت. نفس العملية في كل القطع. ستصبح لديكم هذه العملية مألوفة بإذن الله. قد تصعب في البداية، لكن عند تكرار العملية ستكون إن شاء الله سهلة وفي المتناول. وهنا عند الانتهاء لاحظوا. وإليكم الأشكال عند الانتهاء من تثبيت الثوب. قطعة من كل قياس. هنا أثبت الثوب الخاص بالإطار الخارجي لرأس السرير. لاحظوا نفس قياس الإسفنج. هنا كذلك قطعة الثوب تكون مثل قطعة الإسفنج. أمسح باليد ثم أثبت. كذلك الجوانب. هنا استعنت بآلة الخياطة بالنسبة للزوايا. كذلك هنا قطعة مشابهة لقياس قطعة الإسفنج، أو تكون زائدة قليلا.
لاحظوا الشكل النهائي. هنا المسافة التي تركت بين القطع 4 سنتيمترات. لاحظوا الطول 34 سنتيمترا. قطع الإسفنج استعملت سمك 1 سنتيمتر. لاحظوا نفس القياس 4 سنتيمترات، كذلك الطول 34 سنتيمترا. نستعمل اللاصق ثم نضعها في المكان المخصص لها. هنا استعملت الثوب الذهبي. لاحظوا القياس 40 سنتيمترا بالنسبة للطول، والعرض 10 سنتيمترات. لاحظوا النوعية المستعملة. هنا طريقة العمل: أثبت بواسطة الدباس اليدوي. هنا لم أستعمل اللاصق، أفضل استعمال الدباس اليدوي. المسح باليد ثم التثبيت، وإليكم الشكل النهائي. كذلك قطع الجوانب نفس الطريقة، أشد قليلا ثم أمسح باليد وأثبت. هنا الشكل النهائي بالنسبة لتثبيت الثوب الذهبي. هنا قياس الخاص بثوب الجوانب. لاحظوا الطول 215 سنتيمترا والعرض 38 سنتيمترا. هذه الطريقة موجودة في العديد من الفيديوهات الموجودة في القناة، يعني طريقة مألوفة وسبق أن شاركتها معكم. لاحظوا دائما أمسح باليد ثم أثبت. هي طريقة متعبة قليلا لكن لا بأس. لاحظوا هنا أثبت ثم أقص القليل، من ثم أطوي الثوب وأثبت بالدباس. طريقة أيضا سهلة بالنسبة للزوايا. هنا أثبت ثوب بوبلين الممتاز. لاحظوا طريقة أيضا مألوفة وسبق أن شاركتها معكم في الفيديوهات السابقة. هنا بالنسبة لمقدمة رأس السرير، أضع شريط من الثوب في الحافة مباشرة. هنا قطعة من قطع 17 قطعة. هنا أشارك معكم قطعة واحدة كذلك. لاحظوا أجعلها زائدة قليلا بمقدار 2 سنتيمتر من كل جانب. طريقة العمل نفس الطريقة السابقة. هنا لم أستعمل الورق القطني بل اكتفيت بالإسفنج فقط. وإليكم الشكل. لاحظوا هنا أثبت القطع جميعا مع بعضها البعض كي تسهل في عملية تثبيت بواسطة البراغي. لاحظوا هنا أثقب مكان البراغي وأثبت بواسطة البراغي. لاحظوا
وأضع ثوب بوبلين مثل الطريقة التي سبقت في الجوانب الاثنين. لاحظوا هنا الشكل النهائي، وهنا البراغي الحديدية بها أسنان لتثبيتها في الخشب كي لا يلف البرغي عندما يكون في الداخل. أثقب المكان لتمرير البرغي الحديدي وأثبت بواسطة المطرقة كي تكون الجوانب مثبتة جيدا. هنا سأعمل على تثبيت القطع، سأثبتها بواسطة البراغي، ونحتاج إلى قطعة خشبية لضبط القياس بالنسبة للثوب الذهبي. لاحظوا قطعة أخذت القياس ثم غلفتها بالثوب. لاحظوا هنا البراغي المستعملة، دائما نضبط القياس بواسطة تلك القطعة. نضغط باليد ثم نثبت بواسطة البرغي. إخواني الكرام، للمعلومة فقط، هناك نوعية من الغراء لتثبيت هذه القطع بطريقة سهلة، لكن أنا لم أجدها هنا في هذه المدينة، لم أتحصل عليها. سبق وأن اشتريت نوعية، قال لي صاحب العقاقير، قال لي أنها نوعية ممتازة، لكن كادت أن تفسد لي العمل. لذلك أنا أكتفي دائما بتثبيت بواسطة البراغي. هنا أضع الورق الخشبي بالنسبة لظهر رأس السرير، كذلك أثبت بواسطة مسامير صغيرة، ثم أضع ثوب بوبلين أثبته بالدباس اليدوي. ثم أضع شريط لإخفاء أسلاك الدباس، وكذلك تضفي الزينة على رأس السرير. هنا الأرجل المستعملة، لاحظوا هنا القطع الجانبية استعملت فيها السحاب كي تسهل عملية التثبيت. لاحظوا تسهل عملية تثبيت القطع مع بعضها. لاحظوا كذلك أضع شريط الزينة. لاحظوا هنا المفصلات، كل جانب استعملت به قطعتان على اليمين وقطعتان على اليسار. هنا الأرجل تثبت بواسطة البراغي. هنا نضبط القياس ثم نثبت، وبذلك نكون قد انتهينا من إنجاز هذا العمل. أتمنى أن يروقكم وأن ينال إعجابكم. حقا هو عمل شاق ومتعب، لكن في نفس الوقت ممتع، لا سيما عندما تنتهون من العمل وتحصلون على هذا الشكل الرائع. أتمنى أن يكون هذا الفيديو خفيف الظل عليكم، ويكون جامع وماتع، وتكون كل الشروحات مفهومة وكذلك طريقة العمل. لاحظتم إخواني، إذا أردت أن أشارك معكم كل الجزئيات فإن الفيديو سيطول كثيرا. اللهم أني اكتفيت أن أسرد لكم
كل الأشياء التي تنفعكم. حتى وإن فاتتكم أشياء في هذا الفيديو فأنا هنا أجيب إن شاء الله على جميع رسائلكم بإذن الله. حقا هناك بعض يعني الرسائل التي أتحفظ عليها ولا أريد أن أجيب، يعني الأشخاص الذين يسألون دائما عن الأثمنة والأشياء التي تخلق حساسية مع بعض الصناع، لأنني أتعرض دائما إلى هجمة شرسة. إخواني، أفضل دائما كل من يريد أن يسأل عن الأثمنة أو عن أشياء محرجة بالنسبة للصناع عليه أن يأخذ رقم الهاتف ويتصل بي وأكلمه مباشرة وأشرح له وأريه يعني الأشياء التي يريد، يعني تكون طريقة يعني أحسن وأفضل بإذن الله. أحبتي الكرام، المرجو ألا تدعوا هذه الفيديوهات تقف عندكم، المرجو أن تشاركوها مع العديد من الإخوان وعلى أوسع نطاق. والله لدينا إخوة يحتاجون إلى مثل هذه الفيديوهات لكن لا تصلهم. المرجو أن تشاركوا على أوسع نطاق لأنهم محتاجون إلى هذه الفيديوهات وأن يجعلوها مصدر الرزق. أتمنى أن لا يقف عندكم. لدينا إخوة، والله لدينا إخوة يحتاجون إلى مثل هذه الفيديوهات في كل الدول العربية، لا سيما كما أقول دائما الدول التي بها حروب وأهلها نازحون في دول أخرى. لعل هذه الفيديوهات تنفع وتكون مصدرا للرزق وتنفع الناس. هذا هو الغرض من إنشاء هذه الفيديوهات. أتمنى من الله أن يوفقني وإياكم لكل ما فيه خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما شاهدتوا معنا الفيديو ديالنا وصل للنهايه ديالو، نتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم، واللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي كومونتير وانا نجاوبو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. يلا بسلام عليكم.